المسرح الغنائي. بنشوف دايما الافيشات بتاعه المسرحيه للفنان علي الحجار، للفنانه هدى عمار بدات ترجع تاني بالمسرح، لبعض المطربين بيقدموا مسرح. المسرح الغنائي هل هو مطلوب دلوقتي؟ هل الجمهور فعلا محتاجه، ولا ده نوع تاني من المسرح غير اللي احنا قاصدينه بنتكلم عنه؟ لا طبعا، هو المسرح الغنائي هو المسرح ابو الفنون. وارد جدا ان يبقى فيه في المسرح غناء او استعراضات، ودي حاجه كويسه، الابهار. وحضرتك اشرتي الى مسرحيه ريا وسكينه، ما كان فيها استعراضات، وكانت استعراضات هايله جدا، وكانت الفنانه القديره شاديه بتقول في حاجات، والفنانه سوري البابلي غنت كمان، وكانت حاجات في منتهى الروعه، عملت عوامل جذب غير عاديه جميله جدا. والشيخ سلام حجازي لما طور المسرح والشيخ سلام حجازي على فكره هو اللي عمل حاجه اسمها مسرح غنائي لما عمل. وعلى فكره هو شيخ، ومع ذلك عمل مسرح الغنائي عشان خاطر الابهار، وعشان يوصل الفكره ابسط، لان الموسيقى والغنى برضو بيلعب على وتر المشاعر قوي يعني. فبنقدر نوصل الفكره اللي احنا عايزينها من غير يعني نعمل زي كده، زي استراحه للناس ان هي تاخد ريلاكس كده وتفكر وتستمتع. فما فيش مانع ابدا ان احنا نستمتع، بس هل هو المسرح الغنائي هو مسرح الراقصه؟ في فرق، اعتقد ان في فرق كبير قوي بين المسرح الغنائي اللي زي مثلا الحاجات اللي احنا شفناها بتاعت رايا وسكينه، وبين مثلا مسرحيه زي دوري مي فاصوليا او بعض المسرحيات اللي موجوده، حزام نياو، ان هو بيعتمد على راقصه بتيجي ترقص والناس يقعدوا يسقفوا لها، وتبقى هي دي الفكره. طبعا عمري ما ده كان مجتمعنا، وعمري ما دي تقاليدنا. وانا عايز اقول لك ان انا شخصيا، وكلام على مسؤوليتي الشخصيه، انا مش شايف ان في الرقص اي حاجه يعني تتوصل فكره. يعني ايه الفكره اللي الرقاصه عايزه توصلها للمتفرج؟ ايه الفكره، ايه القيمه اللي هي عايزه توصلها فما فيش قيمه. فما ينفعش ان احنا نحط راقصه في المسرح عشان توصل قيمه ايه؟ احنا المسرح او الفكره المسرحيه او النص الادبي، المسرح زي ما بيقول استاذنا الكبير ألفريد فرج، ديناميكيه المسرح هي العلاقه ما بين الجمهور والمنصه وما بينهما حوار. اللي بيعمل العلاقه ما بين الجمهور والمنصه الحوار. فنحن لما نجيب راقصه، والراقصه دي يعملوا لها سكتش او تابلو فني عباره عن رقصه، طب احنا عايزين نوصل ايه الحوار اللي احنا عايزين نوصله للجمهور من خلال رقصه زي كده؟ فاعتقد ان حاجه زي كده اصلا ما تعتبرش مسرح خالص، انا ما بصنفهاش ضمن المسرح اصلا. لكن لما نتكلم عن مسرح استعراضي يعني نيجي بقى لمثلا التابلو اللي اتعمل في مسرحيه ريا وسكينه، اللي هو الدور والطبله والدف، ده فولكلور معروف عن ريا وسكينه، وده مود او حاله وصلها المخرج والمؤلف والموسيقى، وصلوا عشان يحطوا المتفرج في حاله معينه اللي هي حاله القتل، وكانوا بيعملوا ايه والصينيه والقله فوصلوها ببساطه شديده. فكانت هنا التابلو الفني ده الرائع ده كان مطلوب. لكن احنا لما نجيب مثلا في حزمني يا 5-6 رقصات للفنانه فيفي عبده، احنا ايه اللي احنا عايزين نوصله يعني؟ وايه اللي احنا بنقوله؟ وايه العلاقه اللي بين الجمهور والجمهور والمنصه في ده؟ يعني المنصه عايزه تقول ايه للجمهور؟ مع ان الفنانه بتعرف ترقص، هي راقصه على العين والراس، هي راقصه، دي حريتها تروح ترقص في المكان اللي فيه بتاع الرقص. لكن المسرح ده معمول مش عشان كده، مش عشان نطلع نرقص عليه، مش عشان نطلع نهرج عليه زي كتير من الفنانين، مش عشان نطلع نهين بعض عليه، مش نهرج. يعني المسرح الكوميديا مش تهريج. الكوميديا احنا حتى واحنا قاعدين بره، لو الشباب قاعد بيهزر مع بعضه، هو قاعد بيهرج، لان هم بيهرجوا مع بعض، مفيش حد. لكن اعتقد ان نفس الشباب اللي كان قاعد بيهرج بره ده، لو اتحط لو قعدوا على كافيه وفي ناس شايفاهم، مش هيعملوا نفس اللي بيعملوه. فما بال حضرتك المسرح؟ في معادله غريبه او موازنه احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي، ان طبعا بعد الجيل الستينات والسبعينات الجميل، الله يرحمه، اللي بالظبط اللي قدم مسرح جميل جدا، طبيعي. وكلمه تطور دي بتعني التطور للاحسن. لو انا بتطور للاسوأ ما ينفعش اقول تطور دي خالص. فالمفروض او الطبيعي كان يبقى في تطور، خصوصا ان كل النجوم الكبار دول استعانوا بنجوم شباب، فالمفروض المسيره كانت تكتمل بهؤلاء النجوم. خلقوا جيل بالظبط، او جيل وعوا وادوا له فهم وفكر وثقافه مختلفه عن المسرح، غير اللي هم فاهمينه دلوقتي، او غير اللي هي
مستمره او شغالين بيها دلوقتي. مجرد ما الناس دي توفت، المسرح انقرض وانتهى. حتى الجيل الصغير اللي اتربى على ايدين الناس دي كلها ما قدرش يكمل المسيره، ما قدرش يكمل المسرح بنفس الشكل وبنفس القيمه بنفس الثقافه. ليه؟ بصي، هو حضرتك دقيتي على وتر مهم جدا، سؤال قوي جدا وحساس جدا. فعلا هو اي حاجه بتتطور بتكبر، هي بتتطور، او اي حاجه بتنتقل من مرحله لمرحله فهي مرحله للتطور. ولكن ايه هو التطور؟ هو تطور علمي، هو حصل تطور علمي فعلا في كل حاجه. انما للاسف الاجيال اللي طلعت قابلت مجموعه من الصخور، المنظومه او الدايره ما اكتملتش. هو كان عشان خاطر نلاقي مسرح زي مسرح الستينات، فكان لازم الدايره تكتمل. يعني لازم نلاقي جمهور زي جمهور الستينات. ما هو برضه احنا لازم نبص الجمهور اللي بيقطع تذكره ورايح يتفرج على فكره. هو طبعا هو في دلوقتي جمهور رايح يتفرج على ضحك او رايح يتفرج على اسفاف، في جمهور بيطلب ده. انما مش عامه الجمهور بيطلب ده على فكره، دي فئه صغيره جدا. على فكره الناس اللي بتروح تتفرج، ودي انا اعتقد ان حضرتك هتذهلي من الكلام ده، الناس اللي بتروح تتفرج على الاسفاف اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده قليلين جدا. لا، هقول لك على حاجه تانية. انا يعني يمكن من فتره كده، من كام سنه تقريبا، كنت بتفرج على مسرحيه لفنان كبير جدا، معروف طبعا بطول مده مسرحياته اللي بتقعد بالسنين. وفوجئت ان المسرح ما فيهوش تقريبا، عدد المصريين اللي فيه قليل جدا. صحيح. كله الباقي عرب. والفنان اللي انت بتتكلمي عليه ده فعلا بيروح يعرض بره احسن، وبيجوا له من بره اكتر. كلهم عرب. أيوة. او خليجيه. ومجرد ما بيبص بصه بيقعوا من كتر الضحك. صحيح. الناس تستغرب يعني، وهو مصري يقول وعلى فكره حكوا على ايه يا اللي جماعه؟ بيبصها من 20 سنه هي نفس البصه اللي بيبصها من دلوقتي في كل المسرحيات. صحيح. وبيضحكوا بشكل هستيري يعني. ما الحلقه المفقوده هنا ان للاسف الاجيال العظيمه، اجيال الستينات ويمكن اوائل السبعينات، الاجيال العظيمه دي خلقت يعني او صنعوا بعض الممثلين الكويسين، لكن ما قدروش يجيبوا لنا النصوص الكويسه، وما قدروش يكملوا لنا الجمهور المثالي يعني. وعلى فكره ده امر طبيعي، ده مش ذنبهم، انا ما بقولش ان هم مقصرين، ده امر طبيعي. لان زمان ما كان في قناه واحده بس للتلفزيون، فكنا بنقعد نتفرج عليها وتعمل الساعه 10 بالليل، فكانت الناس بتروح المسرح. لكن النهارده احنا بنقعد نتفرج 48 ساعه في ال 24 ساعه على حاجات مسلسلات وافلام فطبيعي الجمهور الحد اللي هينزل عشان يقطع تذكره ويروح المسرح يعني يبذل هذه المعاناه. صعب. لازم يكون رايح لحاجه، لهدف، يعني لغرض. بالظبط. احنا ممكن نختصر كل ده في بالنسبه للجيل جيل زمان من الفنانين، ان هو ما قدرش يورث هذه الثقافه وهذه الخبره وهذه القيمه للاجيال اللي اتدربت على ايديهم. بان احنا كمان ثقافتنا اختلفت والتطور اختلف. الدنيا ما فضلتش على حالها. صحيح. لحد دلوقتي. صحيح. فبالتالي ما قدروش يتماشوا مع هذه الثقافه. صحيح. بالنسبه لجيل زمان من الجمهور نفس الحال زي ما حضرتك قلت واضفت، انه انا ما كانش عندي دماغي ما كانتش مدووشه بان البلد بتبوظ، ان الاقتصاد واقع، ان المرتبات قليله، ان العيال كتير فمش قادر اصرف عليه. كان في هدوء اعصاب، في هدوء في الفكر، في هدوء في الاحوال الاقتصاديه والثقافيه اللي موجوده. وسائل الترفيه كمان كانت قليله. وسائل الترفيه كانت قليله، فبالتالي انا عندي وقت كبير من الفراغ، عندي فراغ برضو، او عندي فائض من الماده، مفيش مانع ان انا اروح اتفرج على حاجه تبسطني زي حفلات ام كلثوم. كانت بتقدم على المسرح. صحيح. كان ليها جمهور عريض جدا. ده كان عيد. وما كانش بينتهي، كانت الحفله والاغنيه اغنيه واحده بس كانت بتتعرض على مدار ساعتين. ده كان لا، وكل شهر أغنية. شيء مذهل يعني. وكان الجمهور بيجي لها يعني من كل انحاء العالم. وكل المصريين كانوا بينتظروها وبيحجزوها قبلها بفتره. ده صحيح. لانه انا رايح اتفرج على شيء جميل، قيمه صحيح. جميله، سواء مسرح غنائي، سواء مطرب، سواء فنان عظيم، كنت بتفرج عليه وانا مبسوط. بستفيد منه. صحيح. بستفيد من فكره، بستفيد من اللي هيقدمه، بتعلم منه حاجه لنفسي ولثقافتي والفكري والبلدي. دلوقتي كل الكلام ده اختلف. الحاله الاقتصاديه والتطور الغريب اللي احنا بقينا فيه في التكنولوجيا والانترنت والغزو الثقافي اللي جالنا من بره
كل ده اختلف، فبالتالي بقى اصبح اختلاف في الجيلين، في الجمهور وفي الفنان. صحيح. بقى في جيل مختلف من الجمهور، صحيح. وبقى في جيل مختلف من الفنانين. صحيح. هدفهم ده هدفه ان انا اروح اتفرج على حاجه بقرشين ب 10 جنيه ولا 20 جنيه تذكره اتفسح بيهم، فاتفرج على مسرحيه على قدي. وبالتالي الفنان اللي بيقدم نفس المسرحيه بياخد له برده من المنتج قرشين علشان يمشي نفسه، وبقت الحياه مجرد فلوس. لا بقى في فن، ولا بقى في مسرح، ولا بقى في قيمه، ولا بقى في شيء اتباهى بيه او احافظ عليه. اعتقد ده المختصر. هي بالفعل حضرتك لخصتي الموضوع، بس يعني في الاخر لا يسعنا الا ان احنا نقول الله طب يرحم الحل، المسرح بجد. طب الحل، هل في حل بقى ولا مفيش؟ لا الحل بقى يعني ما اعتقدش ان هيجي في وقت مهندس تاني، ولا عبد المنعم مدبولي تاني، ولا والله يعني فنانه سميحه ايوب من عمالقه المسرح. ما عندهاش مرات الاستاذ سعد الدين بالظبط يعني. ست لهم انا عايزه اعمل مسرح. صحيح. بس صحيح. فين النص؟ فين بس انا هقول لحضرتك الناس؟ على حاجه، في الوقت ده كان مسرح الدوله كان مسرح الدوله قوي جدا. كان مسرح الدوله كان عنده فرقه عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس، دي كانت مسرح دوله. مسرح الدوله كان قوي جدا جدا جدا. يعني احنا فالنهارده يعني مسرح الدوله بنتمنى المسرح، يعني بنتمنى وده طبعا امنيه صعبه جدا ان يرجع والله هو زي زمان، لكن احنا نتمنى ما فيش في ايدنا حاجه نقدر نعملها او نتمنى ان نقولها. هم يبتدوا ان التلفزيون في نهضه. يتمنى ده بقى انتوا بقى تعرضوا لنا الحاجات الكلاسيكيات الجميله دي، وتعرضوها بكثافه، ويبقى ليها جدول. ونرجع الناس، نعلم حتى الجيل الجديد يعني ايه مسرح زمان. استاذ ماجد عبده، بشكرك جدا 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 على وجودك معنا النهارده. مشاهدينا، خلصت حلقتنا من لغتنا الجديده النهارده، كانت لغه المسرح. بنتمنى فعلا لو في امل في عوده المسرح بشكله القديم مره اخرى بنتمناها، لانه بجد هيعيد ثقافه انقرضت وانتهت لجيل محتاج هذه الثقافه. بشكركم جدا، انتظرونا الاسبوع القادم ولغه جديده.